حاسة انك مش مركزة، دايما ناسية، دماغك مش قادرة تكملي جملة او تركزي في شغلك وكأن دماغك مقفولة. ده مش كسل ومش ضعف، ده اسمه برين فوج او الضباب الذهني. في الحلقة دي هنعرف اسبابه، الفرق بينه وبين الاكتئاب او قلة النوم، وازاي ترجعي تركيزك وثقتك بنفسك. يعني ايه برين فوج او ضباب ذهني؟ الضباب الذهني مش مرض، لكنه عرض لخلل داخلي بيأثر على أدائك العقلي. الأعراض الشائعة هي صعوبة في التركيز، نسيان تفاصيل بسيطة، بطء في التفكير أو اتخاذ القرار، إحساس إنك مش حاضرة ذهنيا، إرهاق ذهني سريع حتى مع مهام بسيطة. طيب، خليني أقولك إن 60% من الحالات بتكون سببها عضوي مش نفسي، والمشكلة إن البنات بتلوم نفسها وتفتكر إن ده كسل أو توتر، لكن في الحقيقة الموضوع أعمق من كده. الأسباب الخفية وراء الضباب الذهني أو البرين فوج، أغلب الأسباب عضوية مش نفسية. أهمها اختلال الغدة الدرقية اللي هو الهايبوثايروديزم، مقاومة الأنسولين أو السكر غير المستقر، نقص فيتامين بي 12، نقص الحديد أو الفيريتين حتى لو مفيش أنيميا، نقص المغنيسيوم أو أوميجا 3، اضطراب النوم أو جودة نوم منخفضة أو سليب أبنيا اللي هو قلق الليل، خلل هرموني أو بعد الولادة أو قرب البريود. يعني لو عندك برين فوج مستمر، مش أول حاجة تعمليها لا إنك تروحي لدكتور نفسي. خلينا نبدأ الأول بتحاليل بسيطة. طيب، إيه هي التحاليل اللي ممكن تطلبيها؟ لو حابة تطمني على جسمك اطلبي التحاليل دي: تي اس اتش، والفري تي 4، فيتامين بي 12، الفيريتين، الفاستنج انسولين اللي هما اي ار، المغنيسيوم، السي ار بي لو في التهابات مزمنة او امراض مناعية، الاتش بي اي 1 سي، وتحليل نوم او رسم نوم لو عندك مشاكل في التنفس او قلق بالليل. طيب، ايه بقى الخطوات اللي احنا ممكن نعملها عشان نصلح المشكلة ديت؟ الخطوات اللي ممكن تبدأي بيها أول حاجة وقبل كل حاجة هو النوم المنتظم من 7 ل8 ساعات يوميا، نوم متواصل، تقليل السكر والوجبات التقيلة، هندخل مصادر أوميجا 3 زي السلمون أو زيت الكتان أو ناخد مكملات أوميجا 3، مشي أو رياضة خفيفة كل يوم كده 20 دقيقة، هنخصص 30 دقيقة كل يوم بدون شاشات نعمل فيهم أي حاجة زي تأمل، كتابة. هنستخدم أدوات تنظيم المهام والمواعيد عشان نقلل الاسترس على الدماغ ونقلل التفكير. الهدف مش تبقي سوبر ومنتجة 24 ساعة، الهدف انك ترجعي تحسي انك انتي. البرين فوج مش ضعف ومش فشل، ده نداء من جسمك بيقولك أنا محتاج توازن تاني. ما تلومش نفسك، اسألي نفسك هو جسمي محتاج دعم؟ هل هرموناتي أو تغذيتي محتاجة تعديل؟ هل محتاجة راحة بجد مش نوم متقطع؟ شارك الفيديو ده مع أي واحدة بتحس دماغها تقيلة ومش مركزة، واكتبيلي في الكومنت هبدأ أسمع لجسمي بجد. استنيني الحلقة الجاية من حقائق طبية غيرت المفاهيم، هتكون بعنوان ليه أكل الدايت ممكن يخلي بشرتي أسود. معاكم دكتورة ياسمين عبد الهادي وثورة الوعي الطبي.